مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني الشيعي الموالي لإيران، والذي قصفته إسرائيل في عملية استخباراتية توضح بكل وضوح أن حزب الله اللبناني الشيعي الموالي لإيران عريان تماما أمام إسرائيل، وأن إيران عريانة تماما أمام إسرائيل، وأن إسرائيل لو تريد أن تقتلهم جميعا لقتلتهم. يعني الحرب تدور منذ 10 أشهر وإسرائيل تعرف مكانه، ورغم ذلك لم تقتله. يعني كانت المسألة في لعب ومسرحية شغالة، يتركون حسن نصر الله إلى الوقت الذي أرادوه ثم قتلوه، وهو ينبح ويهوهو وكلام الذي نعرفه جميعا. نقول ألف مبروك للأمة الإسلامية. هذا الرجل قتل من المسلمين الملايين، يعني قتل من المسلمين في العراق عشرات الآلاف، قتل من المسلمين في سوريا 2 مليون مسلم في سوريا قتلهم، 10 ملايين مسلم هجرهم من الشام، بالإضافة إلى اشتراكه في قتل عشرات الآلاف من المسلمين في اليمن. فنقول هذا يوم عظيم، يوم فرح للأمة الإسلامية. ألف مبروك للأمة الإسلامية. أيضا لابد طبعا نقول خالص العزاء للباطنيين، خالص العزاء لكل الباطنيين العرب الحزانة والثكالة على مقتل حسن نصر الله، ونقول لهم نعلم أنكم أسرة واحدة. وطبعا هذه الحرب كشفت كثير من الشخصيات الباطنية التي كانت تتستر تحت ستار العروبة والقومية العربية ومحور المقاومة ومحور كذا. لا تعيبوا على باقي الأمة الإسلامية فرحها بمقتل هذا المجرم. نحن شاهدنا ماذا فعل في أطفال سوريا، في نساء سوريا. يعني حرب بدون شرف. يعني أنا أعرف أن الحروب هي جيوش أو مقاتلين تتلاقى في ساحات القتال، لكنها تمتد للأطفال والنساء والمدنيين والأبرياء والعزل. فهذا والله لم يفعل هذا منذ عهد المغول سوى إيران وميليشياتها. هنا حضراتكم الشيء المحزن، أنا كان نفسي أن الذي يقوم بإعدام حسن نصر الله هو الشعب اللبناني، يعني الشعب اللبناني يقوم بإعدامه، لكن هم الآن قاموا بغسل النجاسة، لأنه الآن التاريخ ماذا سيكتب؟ إسرائيل قتل حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني الشيعي التابع لإيران. لماذا؟ لأنه كان يحارب إسرائيل مع الشعب الفلسطيني، مش عارف، مع إخوانه المسلمين السنة. يعني هذا ما سيكتبه التاريخ. احنا شاهدنا تزوير التاريخ ضد سيدنا معاوية، تزوير التاريخ ضد الدولة الأموية، ونحن نشاهد الآن تزوير التاريخ في أحداث نعيشها. وإحنا زوروا تاريخ الرئيس مرسي في مصر، ونحن أحياء وشهود عيان. وزوروا حتى في مؤرخ أوروبي يقول التاريخ هو كذب الأحياء على الأموات. فالآن ماذا سيكتبون؟ حسن نصر الله قتلته إسرائيل. ما الذي يأتي في رجل الإنسان البسيط العادي؟ إن حسن نصر الله بطل، وأنه ضد الصهيونية والإمبريالية وكذا. هو الناس هتقعد تقرأ كتب؟ الناس هتقعد تقرأ ما الذي حدث في سوريا وجرائمه في سوريا وكذا؟ قاسم سليماني من قتلته أمريكا. طب ولماذا هم يقومون بقتله؟ طب ما الأمر يترك للشعب. الشعب العراقي يستطيع يقتل قاسم سليماني، الشعب اللبناني يستطيع أن يقتل حسن نصر الله، ولكن هم يريدون أن هم يعطوهم سق براءة ويعني يعطونهم بطولة. وحضراتكم في نفس الوقت يموتون ومعهم أسرارهم. يعني تخيل لو حسن نصر الله كتب مذكراته كان هيبقى فيها فضائح. فهنا أجهزة المخابرات بتتخلص منه ومع أسراره. هو حجر على ركعة الشطرنج، والمسرحية تتطلب التخلص منه بهذا الشكل. وفي نفس الوقت وهذا الذي حصل مع قاسم سليماني، أن قاسم سليماني مات معه أسراره. طبعا حسن نصر الله له لقاء 3 ساعات في قناة الميادين الإيرانية، أدعوكم جميعا حملوه من على اليوتيوب. هذا لقاء تاريخي فاضح، هو يقول فيه أن أنا قابلت قاسم سليماني، وأن احنا هزمنا في سوريا، والشعب السوري هزمنا، هزم الجيش الإيراني، وهزم ميليشيات حزب الله، وهزم كل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران. الشعب السوري هزمها، هذا الشعب الأعزل، الأطباء والفلاحين والمهندسين. فيقول فذهبنا للجيش الروسي وطلبنا من الرئيس الروسي بوتين تعالوا انقذونا نحن غرقى. فكل انتصارات حسن نصر الله، كل انتصارات هذه الميليشيات حققوها إما تحت حماية الطيران حلف الناتو أو تحت حماية الطيران الروسي وبتوفير من أجهزة هذه المعلومات. لكن لما حلف الناتو رفع طيرانه وحمايته ساعة واحدة عن حسن نصر الله وحزبه، تساقطوا كأنهم يعني دول غثاء لا قيمة لهم، هشيما تذروه الرياح. فين حزب الله؟ فين كذا؟ فين كل الكلام؟ وطبعا انتبهوا انه في عام 2006 صوروا لنا في الإعلام والقنوات التلفزيونية أن حزب الله قوي وأنه هزم إسرائيل وكذا، وكم خدعوا. ومقابل هذه الكذبات
ضيعوا العراق وضيعوا سوريا وضيعوا لبنان وضيعوا اليمن. الآن الإنترنت فضح شيء، ولكن أنتم تشاهدون الرقابة الشرسة على الإنترنت. نحن بنعيش ديكتاتورية، الحذف والتكميم والمنع يعني، ولكن رغم ذلك أصبح فيه 2% هامش حرية. فاكتشفنا جانب كبير جدا من المسرحية. طيب ده معناها إن هم لو يريدون أن يقتلوا خامنئي لقتلوه، لأنهم يعرفون تحركاته وأين يوجد وأين يوجد. ولكن معناها إنه إحنا بنلعب. لكن هو بيلعبوا بمين؟ بدماء الناس في العراق وبدماء الناس في اليمن وبدماء الناس في سوريا. نأتي حضراتكم للمستفيد الأكبر من هذا، نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. هو حقق نصرا سهلا. يعني أنت لو بتسألني هل هذا يدل على قوة عسكرية لإسرائيل؟ لا، لأنه الجيش الإسرائيلي لا خاض معارك ولا يحزنون. يعني هو ضرب صاروخ وعمل دي من الناحية الاستخباراتية. الناحية الاستخباراتية في نجاح استخباراتي لا نستطيع أن ننكر هذا. فهنا نتنياهو وضعه الداخلي كان سيء، الوضع في غزة كارثي، فهنا جاءه نصر سهل ونصر إعلامي. يعني إيه؟ أنت في التلفزيون أنا دمرتهم، أنا قتلت، شوفوا كل القضايا قتلها في بتوع حزب الله. فطبعا ده يرفع أسهمه كبير جدا في أي انتخابات قادمة. هل هذا الانتصار سيستمر؟ أنا أقول لكم الحرب نار، سهل جدا أنك تشعلها، لكن الرياح قد تأخذها يمينا ويسارا. يعني أنت اتخانقت مع جارك، أشعلت النار في بيتي، جميل جدا، طلعت روح أبوه وحرقت بيته، لكن ممكن هذه النار تمتد لتحرق المدينة كلها، وممكن رياح تأتي وتحمل الشرر إلى أماكن أخرى. فهذا الذي يحدث، أنه بدأت الحرب في غزة. الآن تشاهدون الأمور، لأن احنا لا نستطيع التحكم في سلسلة التفاعل. طبعا أمريكا إلى الآن تقول أنها بتحكم في الأمور، لكن الله أعلم. أنتوا شايفين حرب أوكرانيا بدأت وبوتين لا يستطيع إيقافها، والأمر الآن قد يتكرر، لأنه الأمر الآن ضد فضيحة. إلى أي هتوصل الحرب؟ لا نستطيع أن نقول أنه في حالة انتصار لإسرائيل إلى حين لحظة وقف إطلاق النار، لما تطلق آخر صفارة آخر رصاصة في هذه الحرب. قبل ذلك لا نستطيع أن نحكم بالنتيجة. الجيش الألماني كان مكتسح روسيا، وفرنسا في الحرب العالمية الثانية يحتلوا باريس، الجيش الألماني. هم الحرب انقلبت. فالقول بأنه إسرائيل انتصرت أو كذا الله أعلم. يعني الذي أقوله لكم بكل يقين أنه بإذن الله إن شاء الله غزة ستخرج منتصرة من هذه الحرب. غزة ستخرج منتصرة، لأنه هذا الشعب غزة هذا شعب يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والله لا يخزي من يؤمن به. هذه قاعدة آمنوا بها. فلكن إيران، إيه مستقبل إيران؟ طبعا اللي حصل يا جماعة هز ثقة جدا بالنسبة لأعضاء هذه الميليشيات الشيعية الإيرانية، إن إحنا ده عراية يا جماعة، عراية، وكل ما تقال عن هذه البطولات كلام فاضي. طب تأثير هذا، لأنه بعيدا عن الشماتة والفرح والحزن وكذا، إحنا خلينا نفكر بشكل عقلاني. إيران، أقول لكم بكل وضوح، إيران لها ميليشيات نائمة تتبع مبدأ السلمية المؤقتة في كل الدول الإسلامية، وفي لحظة ما، في لحظة ضعف لهذه الحكومات، سوف تقوم إيران بإشعال الحروب الأهلية في كل هذه الدول الإسلامية. إيران عندها في مدينة قم 50,000 طالب، يعني المخابرات الإيرانية بتجند كما تشاء. وأقول لكم إنه إيران سم